غمض عيونك وتذكر معي ليلة الوقفة بالشام. تتذكروا شو كانت تعمل فينا ريحة المعمول؟ كانت ليلة الوقفة تبلش من هون، من صوت النقر بقلب البيت، نسوان متجمعة وضحك وحكايا، وإيدين عم تنقش الفستق والجوز بحب. كانت البركة بكل زاوية والبيت كله ريحته سمن عربي وما ورد. وبعد العصر ننزل على السوق، إيه، على هديك العجقة. سوق الحمدية عم يغلي غلي، صوت البياعين عم يلعلع، يا كريم يا جبار قرب عالطيب. كنا نركض ورا أهالينا ماسكين بإيدينا وخايفين نضيع، وعيوننا بس عتياب العيد الجديدة المحطوطة بالواجهات. أما عند الحلاق فكانت قصة تانية، الدور لبرات المحل والكل ناطر دوره ليطلع عريس. ريحة الكالونيا مهففة بالحارة، والكل عم يحكي مع الكل، غريب وقريب، وكله بيطلع من هنيك وعم يلمع وخلنج، وكله عم يقول لكله نعيما. لما يطلع الفجر ويجهجه الضوء ويصير وقت صلاة العيد التكبيرات، نتجمع ونسلم على بعضنا قدام باب الجامع ونعايد على بعضنا، كلنا أهل حارة واحدة. وبعدها كلنا قش لفة كنا نروح نزور الغوالي، نحمل غصن القاص الأخضر ونغسل القبور بشوية مي ونقرأ لهم قرآن. كنا نحس إنهم معنا عم يعيدوا علينا قبل ما تبدأ الضجة. كان الحزن هادي مخلوط بريحة الريحان. وبعد كل هاد نرجع على البيت، الملابس مكوية جنب المخدة وصينية العيد ناطرة أول ضيف. كانت أيام بسيطة بس كان فيها روح. كانت ليلة الوقفة مو بس نطرة للعيد، كانت هي العيد كله.